عن هذا المشروع الكبير جدا اللي بنشرف ان اللي بيقدمه لينا دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلي. في هذا اليوم بنعلن انطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، عاصمة تليق باسم مصر، ومصر تستاهل مننا الجهد والعرق والفكر، وإن شاء الله تكون حاجة على المستوى اللي احنا كمصريين نكون جميعا فخورين بها. موقع مصر له دور محوري بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، فهي قريبة من أحد أهم طرق الملاحة الرئيسية في العالم. يقع موقع المدينة في مكان استراتيجي على طول الطريق بين القاهرة والبحر الأحمر، وستكون العاصمة القاهرة نقطة محورية في منطقة شرق القاهرة. الاقتصاد المصري نمو، وسيكون هذا المشروع حافزا للتقدم للأمام. يتفاءل الكثيرون بمستقبل مصر والفرص الاستثمارية التي توفرها، فالتركيبة السكانية المناسبة والقاعدة الصناعية القوية بها والشركاء التجاريون الحاليون والجدد والعلاقات الدولية القوية كلها عوامل تبشر بالخير في المستقبل وتدعو للتفاؤل. من المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة الكبرى من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050. ستعمل هذه العاصمة الجديدة على تخفيف الضغط من الأماكن المزدحمة. ستلبي المنطقة احتياجات الشباب الأقل من 30 عاما والذين يمثلون 75% من سكان مصر. لذلك على هذه الأحياء الجديدة أن تلبي جميع احتياجات أجيال المستقبل، وستكون العاصمة الجديدة هذه بمثابة توسعا جديدا للعمران، وسوف تتصل بالقاهرة الكبرى عبر شبكة مواصلات عامة مكثفة. ستضم العاصمة الجديدة مجموعة متنوعة من الأحياء متوسطة وعالية الكثافة. ستضمن وسائل المواصلات الرئيسية إلى القاهرة التكامل الإقليمي للمدينة، ومن خلال تقاطع المحاور الجديدة ستظهر أماكن ذات كثافة، وسيظهر التفاعل والتبادل بين الناس. تم وضع سلسلة من مشروعات التنمية الرئيسية المحفزة في قلب المدينة المستقبلية، من بينها منطقة مخصصة للجهات الحكومية، منطقة مستقبلية لمركز المدينة، منطقة ثقافية، منطقة المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، منطقة الرعاية الصحية والترفيه، مجموعة كبيرة من الأحياء العمرانية الجديدة، مجموعة متنوعة من الأحياء الجديدة لجميع فئات الشعب المصري. الحي الإداري الجديد سيكون مركزا هاما لتوفير فرص عمل لسكان القاهرة الكبرى، وسيكون هذا الحي الذي يمثل أحد معالم العاصمة الجديدة مفتوحا ومتكاملا، ويمكن لجميع سكان المكان التجول فيه بسهولة. ستظهر في قلب هذا الحي الجديد مشاهد حيوية، وسينبض بمشاهد حضارية تجسد الفخر بمصر. سيكون المكان حقا متنوعا يستوعب جميع فئات الشعب المصري. سيظهر للقادم من وسط القاهرة أفق مباني وسط العاصمة، وسيتم إنشاء محطة نقل مركزية عند أحد المداخل الهامة. سيكون من السهل السير في مركز العاصمة، حيث سيتضمن العديد من الطرق المرصوفة بالأشجار. وسيكون هذا الحي مفعما بالحياة، وسيمتلئ بالأماكن الجميلة مما يوفر بيئة مريحة للتسوق. كما سيربط مركز العاصمة الناس بالمعالم الثقافية، ويوفر بيئة مريحة للتمتع بالحياة العصرية. سيكون هذا المكان الحضري على هيئة مجموعة من المباني والمنشآت العصرية المذهلة، مما يجعل مصر تدخل عصرا جديدا مع الحفاظ على شكلها العريق ورونق شخصيتها التاريخية. سيتم إنشاء حدائق عامة جديدة ومساحات ترفيه مركزية لتجمع الناس معا. ستظهر حديقة العاصمة داخل الوادي الطبيعي الموجود في قلب المدينة، وسيحاط المكان بهذا المشهد الطبيعي لخلق حدائق عامة وتعزيز الحياة المدنية الحضرية. وستوفر الممرات الخضراء المظللة
والمساحات الطبيعية، الراحة والهدوء. تظهر منطقة الابتكارات عند البوابة الغربية للعاصمة، وهي ستربط العاصمة بجامعات القاهرة الجديدة ومجتمع المعرفة في القاهرة الكبرى، وسيساعد ذلك على تعزيز الأبحاث والتطور التكنولوجي في المنطقة بأسرها. وسيظهر جو جامعي ملهم يساعد على نقل المعارف والخبرات إلى أجيال المستقبل. سيتم تصميم الأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة لتلبي مجموعة من الاستخدامات المختلفة والكثافات السكانية، وسيضم كل حي مركزا واضحا ومميزا يضم الأسواق والمرافق. ستوفر هذه المدينة الحياة التي يحلم بها الجميع من خلال وجود الأحياء الحضرية المتجاورة التي يمكن التمتع بالسير فيها، والحدائق المحلية والطرق المظللة لضمان الإحساس بروح الجيرة والمشاركة. من الرائع تخيل هذه الرؤية لما يمكن أن تكون عليه القاهرة الكبرى. ستكون العاصمة القاهرة نموذجا لمدينة القرن 21 في المنطقة كلها. إن مستقبل مصر مشرق، وستمثل هذه العاصمة جسرا يربط بين تاريخ مصر ومستقبلها القادم النابض بالحياة والأمل.